السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، ويا رب شهر رمضان يبقى شهر خير عليكم جميعا. مبدئيا لو انت بتتفرج على الفيديو ده في 2025 فانا حابب اقول لك ان الفيديو ده هيبقى مرجع مهم جدا ليك، لان هعرفك ايه هي اهم مجالات الجرافيك المطلوبة حاليا، وايه هي اهم المصادر العربية المجانية اللي انت ممكن تتعلم منها. كمان هقول لك ايه هي اهم البرامج والسوفت ويرز اللي انت محتاج تتعلمها عشان المجال اللي انت هتختاره. وفي الاخر خالص هقول لك شوية نصايح مهمين جدا لخبرة اكتر من 10 سنين في مجال الجرافيك ديزاين. اول حاجة، لو انت كنت اول مرة تشوفني فما تنساش تدعمني باشتراك القناة، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو، وتكتب لي كومنتك التشجيعي. حابب اوضح لك نقطة مهمة جدا قبل ما نبدأ. مش عايز حد يقول لي طب ايه هو المجال الاحسن وايه هو المجال المرتباته اعلى. مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها انت اتميزت في مجال معين وبقى ليك لمستك واسلوبك وستايلك الخاص، فالعميل بيكلمك عشان انت بتعرف تعمل الحتة الفلانية دي. فمش معنى ان كل حاجة تطلع ترند ان انت تجري وراها وتسيب اللي انت كنت بتتعلمه، لا طبعا. خليك ركز في طريق واحد، حاول ان انت تتقنه للاخر. وطبعا في تطورات كتير جدا في موضوع الاي اي، فانت مفيش حاجه تعرف تجيب اخرها دلوقتي، بس على الاقل خليك مميز فيه. اول حاجه محتاجين نعرف يعني ايه اصلا جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين مكونه من شقين، جرافيك وديزاين، وهو فن استخدام الصور او الاشكال او الفيديوهات او الرسوم في ان انا احل مشكله واوصل رساله معينه بطريقه سلسه وجذابه. والهدف من الجرافيك ديزاين مش بس انك تعمل حاجه شكلها حلو، لازم تحقق غرض معين، سواء كان تسويق لمنتج او توصيل لمعلومه او تحسين تجربه مستخدم. وده ينقلنا الى حته تانية مهمه جدا، هو ايه الفرق بين الديزاينر والارتست. الديزاينر زي ما قلنا لازم ان هو يكون بيحل مشكله او انه يوصل رساله معينه، وبيشتغل بناء على متطلبات السوق ومتطلبات العميل، مش بيشتغل بناء على افكاره. على عكس الارتست، فالارتست بيعبر عن مشاعره وافكاره من خلال الفن، وما بيبقاش مقيد باي قيود، لا عنده متطلبات سوق ولا عنده عميل ولا متطلبات عميل ولا خالص. الدنيا بالنسبه له بتبقى ايه، رايقه يعني. وعشان افهمك اكتر تعال معايا شوف الصورتين دول. الصوره دي صوره حلوه جميله، الوانها حلوه، اللايت حلو، الشادو حلو، البرسبكتيف المنظور مظبوط، كل حاجه مظبوطه، بس ما وصلتليش معنى، ما فيش فيها رساله. إيه اللي انت عايز تقوله لي؟ انا ما فهمتش اي حاجه. على عكس مثلا التصميم ده، فهو هنا حط لك الكان بتاع الريد بول على شكل الحجاره، فخلاص الفكره وصلت لي جدا ان ده مشروب طاقه، ووصلتني بطريقه سهله وبطريقه ملفته وكرييتيف. طب تعالى بقى نشوف مجالات الجرافيك ديزاين. اول مجال معانا وهو ال3 دي. ال3 دي بقى من المجالات المنتشره جدا والمطلوبه الفتره الاخيره، وده بسبب انتشار فيديوهات السي جي اي والفي اف اكس زي اللي ظاهره قدامك على الشاشه. الفيديوهات دي خلت ان اغلب العملاء واغلب البراندات بداوا يعملوها، فلما الطلب يزيد يبقى السعر بيزيد، وده خلى ان ال3 دي بقى مطلوب جدا الفتره الاخيره. طب انا ممكن اتخصص في ايه في ال3 دي؟ ال3 دي مجال كبير جدا، تخصصاته كتير، بس لازم تكون عارف حاجه مهمه، ان مجالات ال3 دي، مجالات الجرافيك بشكل عام، مقسومه ل2 دي و3 دي. الصوره اللي انت شايفها قدامك دي انت شايفها على محورين اكس وواي. ال3 دي بيبقى فيه بعد ثالث اللي هو زد، فانت بيبقى فيه سهوله ان انت تقدر تتحكم في المجسم او المنتج وتتفاعل مع اي زاويه. زي مثلا ده، بص انا بحرك العربيه من جميع الزوايا في جميع الاتجاهات وكل حاجه. هو ده بالظبط فكره ال3 دي. انت ممكن تتخصص في ال3 دي في البرودكت انيميشن. البرودكت انيميشن ده ان هو مثلا في كلاينت بيبدا ان هو يبعت لك المنتج بتاعه، ايا كان عنده ازازه برفيوم، ازازه ميه، ايا كان المنتج، وتبدا ان انت ترسمه وتحركه وتعمل له فيديو زي اللي موجود قدامك على الشاشه ده فيديو لشاومي. تبدا ان انت بقى تظهر مزايا المنتج، فوكس على البراند بتاعه، تظهر الالوان بتاعته وهكذا. تاني حاجه الانفايرمنت، وهو ان انت زي الصوره اللي موجوده دي بتعمل سين او مشهد بيتحط في فيلم او لعبه. الحاجه اللي بعد كده ال3 دي برينتنج. ال3 دي برينتنج دي بتبقى مجسمات مطبوعه، نفس فكره الطبعه بتاعه الورق، بس بتبقى طبعه 3 دي، بتدخل لها المجسم ال3 دي بتاع المجسم، وبتبدا ان هي تطبعه كده في صوره طبقات لحد ما تدي لك الصوره النهائيه للمجسم. ان انت تشتغل في الكاركتر ديزاين، تصميم الشخصيه
الشخصيات الكرتونية، سواء هتتحط في فيلم او في لعبة، او ان انت بتعمل موديلنج. الموديلنج ان انت بتبقى راجل بتعمل موديلنج لاي حاجة، اي منتج، اي حاجة تقدر ان انت تعمل لها موديلنج. زي مثلا الراجل اللي بيصور الاستوكات بتاعت الصور اللي بنستخدمها في التصميمات، هو نفس الفكرة بالظبط. الحاجة الاخيرة السي جي اي او الفي اف اكس، وده زي الفيديو اللي شفناه، وده من الحاجات المطلوبة جدا جدا الفترة الاخيرة. طب ايه هي اصلا آلية عمل ال 3 دي او الورك فلو بتاع ال 3 دي ازاي؟ اول حاجة ان انت بتعمل موديلنج، عندك منتج فبتبدا ان انت ترسم المنتج ده على ال 3 دي. بعد كده مرحله الشيدنج او التكتشرنج، ان انت بتضيف بقى الماتيريال والخامات بتاعتك. بعد كده مرحله اللايتنج، بتضيف الاضاءات بتاعتك. واخر مرحله مرحله الريندر او مرحله الاظهار النهائي. طيب البرامج اللي اقدر اعمل بيها الحاجات دي، اول برنامج بلندر اشهرهم، والبرنامج ده اللي بيميزه ان هو فري تماما، بتحمله من على الويب سايت الرسمي بتاع الشركه. مايا وزبرش مختصين اكتر في الكاركتر ديزاين. انريل انجن مختص اكتر في الانفايرمنت. اشهر القنوات اللي تتعلم منها ال 3 دي قناه بدر دياب، قناه ممتازه جدا فيها اكتر من بلاي ليست محترمين جدا بصراحه. في هنا كورس بلندر، وفي كورس في اف اكس او سيكريتس اوف في اف اكس، والكورسات دي هو بيابديت فيها باستمرار. قناه سيف حسام من اشطر الناس في ال 3 دي الموجوده على الساحه، وعنده فيديوهات كتير جدا في ال 3 دي، وعنده كورس مدفوع محترم جدا. محمد مصطفى بدأ مؤخرا يشرح محتوى خاص بال 3 دي، وعنده برضو كورس مدفوع محترم جدا. قناة سي جي اي بالعربي دي بقى مختصة اكتر بالسي جي اي والفي اف اكس، برضو فيها دروس كتير جدا متنوعة، وهسيب لكم طبعا لينك القنوات دي كلها في وصف الفيديو. المجال اللي معانا بعد كده وهو مجال الفيديو اديتنج او تحرير او تعديل الفيديو اديتنج بقى برضو من اكتر المجالات المطلوبة حاليا، وده بسبب الانتشار الكبير لمحتوى الفيديو على السوشيال ميديا بشكل عام، خصوصا بعد نجاح الريل والشورتس، وان اغلب الناس او البراندات او الشركات بدأت ان هي تسوق عن طريق الفيديوهات بدل الصور. ودي حاجة مش بايدينا، هي خوارزميات السوشيال ميديا بتدي الاولوية للظهور والانتشار للفيديو. وكم صناع المحتوى اللي انتشروا مؤخرا، سواء كان هدفهم ربح او هدفهم بيرسونال براندنج. الفيديو مثلا اللي انت شايفه بتتفرج، انا معايا فيديو اديتور بيعمل الريلز. طب انت كفيديو اديتور بقى تقدر تشتغل في ايه؟ اول حاجه في مجال السينما والافلام، انت تشتغل بقى في الافلام والمسلسلات والسينما والاخراج والحاجات دي كلها. تاني حاجه في مجال الاعلانات، الادفرتايزنج والاعلانات اللي بتشوفها على التلفزيون وعلى السوشيال ميديا. تالت حاجه مونتاج الريلز، طبعا بقى زي ما قلنا منتشر جدا جدا الفتره دي. رابع حاجه في الكليبات بتاعه الموسيقى والاغاني اللي بتبقى موجوده على اليوتيوب وعلى التلفزيون. وعايز اقول لك ان آلية العمل في كل دول واحدة، باختلاف بقى الاندستري نفسها. يعني انت مثلا عشان تقص هنا نفس هنا عشان تضيف مثلا موسيقى او ساوند افكت، واحد في المجالات كلها. باختلاف مثلا ان انت في السينما كادراتها او الشوتات بتاعتها غير كادرات الاعلانات، غير كادرات الريلز. انت هنا مثلا بالعرض، هنا بالطول، فالزوايا مختلفة. التلوين في السينما غير التلوين في الريلز، غير التلوين في الاعلانات، غير التلوين في الكليبات. اشهر البرامج في الفيديو اديتنج ادوب بريمير، ولو عايز تنهانس الموضوع اكتر بادوب افتر افكت، وعندنا فاينل كات، وعندنا دافينشي ده عملاق التلوين، الناس كلها المحترفين بيلونوا عليه. اشهر القنوات لتعليم الفيديو اديتنج والمونتاج قناة عمرو عطلة، فيها اكتر من بلاي ليست متميزين جدا زي دي، وعامل فيديو 4 ساعات حلوة قوي بيشرح لك فيه المونتاج كله. قناة حسن المازوري برضو فيها حاجات حلوة قوي، وفيها دورة لدافينشي، وفيها لافتر افكت وبريمير ممتازة جدا. قناة دروس ميديا للأستاذ وجيه، قناة متميزة جدا، وفيها بقى حاجات ومشاريع من أرض الواقع، زي مثلا الحاجات اللي بنشوفها دي لما بيعملوا تأثيرات على الأرض في الخرائط والحاجات دي. فبصراحة القناة دي كنز حرفيا. نخش للمجال رقم 3 وهو مجال البراندنج أو تصميم العلامات التجارية، في ناس بتسميه بأكتر من حاجة. مجال مهم جدا، وده اللي بيميز شركتك وسط المنافسين اللي موجودين في السوق. وباختصار كده البراندنج ده لما اجيب لك مثلا صورة فيها خلفية حمراء بس، واقول لك ده ممكن يكون اعلان لمين، ممكن تقول لي الماكدونالدز، ممكن تقول لي النتفليكس، ممكن تقول لي اليوتيوب، ممكن تقول لي الكاتشب هاينز، على حسب بقى. فهو كل ده هو البراندنج، ان انا بربطك بهوية معينة وبشكل معين وبصورة معينة. اول ما تشوف او تسمع الصوت ده هتعرف ان ده البراند. ده البراندنج ممكن يشتغل في تصميم اللوجوهات بس، بيبقى في شخص ممكن يعمل
يعمل لوجوهات بس، ممكن يعمل فيجوال ايدنتيتي او هويه بصريه كامله، ممكن يعمل براند استراتيجي. البراند استراتيجي بقى ان انت بتاخد البراند تحلله، تفهم مين المنافسين بتوعه، تحدد ايه هي الرؤيه والرساله بتاعت البراند، ايه التون اوف فويس، هيظهر ازاي، هيتكلم مع الناس ازاي، هيظهر بطريقه فاني، هيظهر بطريقه فورمال. كل الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في الاستراتيجي. اخر حاجه الباكجينج ديزاين، وده جزء صغير من البراندنج، في ناس بتشتغله بس هو طبعا يعني مجال لاخر الحلقه ان شاء الله. اهم البرامج للبراندنج اول حاجه برنامج الالستريتور، وفوتوشوب طبعا بيبقى موجود في اغلب الحاجات، ودايمنشن ادوب دايمنشن عشان لو انت حابب تعمل موكبس بقى للحاجات دي. الموكبس ان انت مثلا تصميم كارت بتحطه على كارت حقيقي، فيبدا العميل يتخيل حاجته بعد الطباعه هتبقى عامله ازاي. هنا مثلا ده بروجكت اسمه لوجو فوليو. لوجو فوليو ده الراجل ده بيعمل لوجوهات بس، فالبورتفوليو بتاع اللوجوهات بيبقى اسمه لوجو فوليو. هنا مثلا هو البروجكت كله لوجوهات. هنا ده بروجكت تاني بتاع ايدنتيتي، هو هنا مثلا بيقول لك اللوجو اللي انا عملت حرف الكي كذا، ايه الكونسبت من ورا اللوجو، الالوان بتاعتنا هتبقى ايه، اكواد الالوان ازاي، طب لو اتعمل ايقونه ابلكيشن هيبقى شكله عامل ازاي، طب لو اتحط على الاب ستور هيبقى عامل ازاي، طب السوشيال ميديا البروفايل الكفر اللوك اند فيل هيظهر ازاي، الثيم بتاعنا قدام الناس هيبقى عامل ازاي، لو طبعنا بوسترز في الستورز وفي الشوارع هيبقى شكلها عامل ازاي، لو عملت ستيكر، لو عملنا ويب سايت، شنط، كل الحاجات دي كلها بتحددها في الهوية البصرية. فصاحب البراند او صاحب الشركة بيبقى متخيل المشروع هيتنفذ هيبقى عامل ازاي. اهم القنوات لتعليم البراندنج قناة الاستاذ محمد خيال، فيها دروس متنوعة كتيرة جدا تخص البراندنج. قناة الاستاذ نور حمصي فيها فيديوهات برضو حلوة جدا ومتنوعة، البراندنج والهوية البصرية، ازاي اصمم هوية بصرية، تصدير الالوان وازاي ترسلها للعميل. قناة زياد قناة ممتازة جدا بتتعلق اكتر بقى بسوق العمل بعيدا عن البرامج، ازاي تعمل ريبراندنج، ازاي تعمل تايبوجرافي، ازاي تصمم هوية. وفي فيديوهين مميزين جدا عند نور ديزاين مع احمد رمضان بيتكلموا عن تصميم الشعارات. المجال اللي بعد كده حبيبنا وعمنا وعم كل مجال الاعلانات، وده مجال تخصصي ومجال القناة اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي. مجال الاعلانات من المجالات المهمة جدا اللي بنقدرش نستغنى عنها في اي حاجة. ممكن ان انت تتخصص في ان انت تعمل كامبينز، الكامبين او الحملات الاعلانية بقى اللي بتبقى موجودة في الاوت دور وموجودة على السوشيال ميديا. فكرة ان انت تاخد بريف معين تعمل بيه حملة اعلانية، دي حاجة مهمة جدا وحاجة مطلوبة دايما في البراندات بتعملها باستمرار. تاني حاجة الريتاتشنج. الريتاتشنج من اكتر المجالات المطلوبة الفترة الحالية، وده بسبب برضو ان اغلب البراندات بدأت ان هي تعتمد على الصور اللايف شوت، الصور الحقيقية. والريتاتشنج هو معالجة الصورة لحد ما انت بتشوفها نهائية على السوشيال ميديا او مطبوعة. اي صورة خارجة من كاميرا لازم ان احنا نعمل لها معالجة، لازم نحسن الالوان بتاعتها، نشيل الشوايب، نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، لو ارض متوسخة نظبط كل الحاجات دي. زي مثلا الصورة اللي قدامك على الشاشة دي، الصورة من الكاميرا، بص كده بعد الريتاتش الالوان اتظبطت ازاي، الازازة مثلا كبرت ازاي، بقى الفوكس عليها لان هي دي الهيرو بتاع التصميم. الارض مثلا كانت متوسخة اتظبطت ازاي. هنا برضو ازاي عالجنا الصورة قبل وبعد. هنا بص الصورة كانت قبل بقت بعد، وسطنت الكادر، ظبطت السماء، عالجت العربية. فاي حاجة متصورة لازم ان احنا نعمل لها ريتاتش. الحاجة اللي بعد كده تصميمات السوشيال ميديا، عارفينها دي كل التصميمات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا كلها، سواء كان فيسبوك، انستجرام، تيك توك، الحاجات دي كلها. والمجال ده انتشر بقاله كتير وبرضه يعني لسه بيتطلب بشكل كبير، لان طول ما في سوشيال ميديا طول ما احنا محتاجين تصميمات، لان المحتوى الفيديوهات مطلوب والمحتوى برضه الصور مطلوب. الحاجة اللي بعد كده الكوميرشال ادز، الاعلانات التجارية. زي مثلا الاعلانات دي بتبقى حاجات بسيطة كده، خلفيات هادية تتحط اوت دور تنزل على السوشيال ميديا، بيبقى هدفها الاول والاهم التجاري. رقم 5 الكونسبت ارت، ده نفس الفكرة اللي شرحناها في اول الفيديو خالص اما قلت لك ايه الفرق بين الديزاينر والارتست. الكونسبت ارت ان انت بتعمل حاجة شكلها حلو قوي، تنفع تبقى لوحة، تنفع تبقى مشهد في فيلم، تنفع تبقى مشهد في اغنية، ولكن مفيش وراها، ما بتوصلش رسالة. ممكن يبقى وراها معنى ان انت مثلا كنت متضايق في الوقت ده فخرجت افكارك وحاجاتك دي في تصميم، بس ما بتوصلش رسالة زي الاعلان. الحاجة اللي بعد كده المات بينتنج. المات بينتنج هو اسلوب بنعمل بيه environment
مومنت عشان نتخيله هيبقى عامل ازاي في الفيلم او في اللعبه او في الحاجات. طبعا عشان تيجي تعمل مشهد زي ده حقيقي مثلا في لعبه او في فيلم، الراجل اللي هيدفع بتبقى دي تكلفه كبيره، فبيعمل حاجه اسمها مات بينتنج، بيتخيل المشهد ده هينفع ولا لا قبل التنفيذ. رقم 7 والاخيره البوسترات، سواء كانت بقى بوسترات افلام، بوسترات مسلسلات، ايا كان نوع البوستر. اهم القنوات في مجال الادفرتايزنج قناه العبد اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي، قناه بدر دياب فيها كورس لازم تشوفه اسمه Secrets of Realistic Compositing، وده خاص بالكومبوستنج والتركيب عامه. اي حد مهتم فن التركيب، ازاي نظبط الاضاءات، الشادو، الزوايا، الحاجات دي كلها. قناه نور ديزاين طبعا غنيه عن التعريف، اشهر قناه للجرافيك تقريبا في الوطن العربي. قناه احمد مصطفى قناه مميزه جدا وتم اكتر بقى بالار دايركشن. اورنج سكوير قناه متميزه جدا في المحتوى الاكاديمي، وان انت تعرف الحاجه دي اتعملت ليه وايه الفكره من وراها، والجانب الاكاديمي كله واساسيات التصميم. احمد البحقيري بيجيب الحاجه بصراحه من جذورها، فالقناه دي متميزه جدا برضو، لازم ان انت تتابعها. طبعا اشهر البرامج في الادفرتايزنج اولهم الاساسي بتاعهم الفوتوشوب، بعد كده الالستريتور. ممكن تزود طبعا سكيل 3 دي تبقى معاك، هتبقى اضافه قويه جدا ليه. الحاجه اللي بعد كده الموشن جرافيكس. الموشن جرافيكس من المجالات برضو المهمه جدا، لانه برضو بيرتبط بالفيديوهات. المجال وهو مجال الموشن جرافيك، فن تحريك العناصر، ممكن تبقى اشكال، صور، رسوم، ايقونات، اي حاجه عشان اعمل فيديو اعرضه في اعلان، هيتحط على السوشيال ميديا، هيتحط على التلفزيون، ايا كان. وده الموشن جرافيكس فرع صغير جدا من الانيميشن، بيركز على تحريك العناصر جرافيك بعيدا بقى عن الشخصيات والفيديوهات الطويله. وبقى مطلوب جدا الفتره الاخيره، خصوصا زي ما قلنا بعد الانتشار الكبير للفيديو، لان عامه اي حاجه متحركه بتبقى الناس بتتفاعل معاها اكبر من الحاجه الثابته. مجالات الموشن جرافيكس ان انت السوشيال ميديا، تصميم السوشيال ميديا اللي اتكلمنا عنه في الاول، بتبدا ان انت تعمل له تحريك عادي خالص، زي مثلا الفيديو ده تصميم بتبدا ان انت تحركه. ممكن التحريك بتاعك يبقى في نطاق ال 2 دي زي ده، او يبقى في نطاق ال 3 دي. الحاجه اللي بعد كده اللوجو انيميشن، ان انت يجي لك لوجو وتبدا تحركه، وده برضو مجال مطلوب جدا. زي مثلا الحاجات اللي موجوده دي كلها لوجوهات، بتبدا ان انت تحركها على حسب فكره اللوجو، التركايه فين في اللوجو ده. هنا مثلا السهم بتاع امازون هو يبدا يشتغل عليه، وهكذا. بعد كده الفيديوهات التوضيحيه، زي مثلا لما يبقى عندك تطبيق فانت عايز تعرض للناس ازاي هيسجلوا في التطبيق، فتبدا ان انت تعمله فيديو. هتدخل مثلا على الاشتراك، هتحط الميل بتاعك، هتحط الباسورد، تعمل تسجيل جديد، هيبعت لك كود على الموبايل، وهكذا. كل الحاجات دي ما بتبقاش حلوه ان انت تعملها في صوره، بتبقى تفاعليه اكتر لما تتعمل في صوره فيديو. الحاجه اللي بعد كده التي في ادز، او اعلانات التلفزيون اللي بتشوفها معمول لها انتاج ومتصوره، لازم يبقى فيها جزء جرافيكس. او الفيديوهات برضو بتاع الموشن جرافيك دي، ان انت بتتكلم عن اي توبيك او موضوع، بتبدا ان انت تعمل له حاجه اسمها illustrations. وكل الحاجات دي بتبقى حاجات مرسومه، بعد ما بتترسم بتبدا ان انت بقى ايه تحركها بالحركه المناسبه. اخر حاجه وهو ان انت تعمل انترو واوترو، المقدمه والخاتمه للبرامج التلفزيون، لقنوات اليوتيوب، للبودكاست، الحاجات دي كلها. من اشهر السوفت ويرز اللي انت تشتغل عليها في الفيديو اديتنج الادوب افتر افكت والادوب بريمير. اهم القنوات اللي تتعلم من خلالها الموشن جرافيكس قناه فكره بتاع صهيب الدسوقي، في اكتر من بلاي ليست بيشرح فيها موضوع الموشن. قناه خاطر اكاديمي برضو قناه مهمه جدا، كات وافتر افكت وبريمير. قناه محمد اسماعيل برضو بيعمل كمان كورسات مميزه جدا، وعنده اكتر من بلاي ليست تخص كلها الفيديو اديتنج، تخص كلها الموشن جرافيكس. المجال رقم 6 معانا وهو مجال الباكجينج، زي ما شرحناه في الاول. مجال بيركز على تصميم وتغليف المنتجات، ولازم ان يجمع بين التسويق، وانه لازم في الباكجينج يجمع بين الجمال والوظيفة والتسويق. ولازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا، ان احنا مش بنعمل باكجينج عشان نحمل منتج بس، احنا بنعمل باكجينج عشان العميل يرتبط بالمنتج ويتفاعل معاه. يعني تخيل مثلا كم مرة ان انت اشتريت حاجة انت
متعرفش هي عبارة عن ايه، واشتريتها لمجرد بس ان شكلها عجبك او ان هي ملفتة قدامك مثلا على الستاند في السوبر ماركت او في اي حتة انت دخلتها. شوف مثلا كده الحاجات اللي موجودة دي، بص علبة اللبان دي لو موجودة قدامك، لو اول مرة تشوف اللبان ده هتشتريه عشان تجربه. لو مثلا الشاي هنا بص حطهولك في شكل برادة عامل ازاي، بص هنا مثلا البسكوت، هو هنا كل اللي عمله رسم لك رسمة وعمل لك الجزء اللي هنا ده بلاستيك فيدي لك ان هو يبقى شفاف لرصة البسكوت اللي محطوطة جوه. مصمم الباكجينج لازم يبقى فاهم براندنج، لازم يبقى فاهم اللي اوت، هيرص يظبط العناصر بتاعته ازاي، لازم يبقى فاهم تقنيات الطباعة المختلفة، التصميم اللي انا عامله ده هيتطبع ازاي على الماتيريال دي، لان الماتيريال البلاستيك غير ماتيريال الكرتون غير الورق غير الخشب، الحاجات دي كلها بتختلف. هل التصميم بتاع ده هينفع يتعمل؟ طب الالوان دي لما تطبع على الخامة دي هيطلع شكلها عامل ازاي؟ تخصصات مجال الباكجينج، اول حاجة ان انت تصميم المنتجات الاستهلاكية، الحاجات بقى اللي في السوبر ماركت كلها، البسكوت والشيبسي وعلب العصير والحاجات دي كلها. اللاكجري باكجينج اللي هي بقى الحاجات الفاخرة، الساعات، العطور، المجوهرات، او التغليف الصناعي. التغليف الصناعي ده بقى بتبقى الحاجات الكبيرة اللي بتستخدم في الشحن والصناعة والكراتين الكبيرة. واخر حاجة الليبلز والستيكرز اللي بتبقى موجودة على المنتج، سواء مثلا علبة عسل او علبة بهارات معينة او اي حاجة، الاستيكر الموجود ده اللي بيعمله الباكجينج ديزاين. اهم السوفت وير الادوب الستريتور والدايمنشن عشان ان انت تعمل الحاجات دي موك ابس، وطبعا الفوتوشوب كده كده اساسي معانا عشان مثلا تعمل ريتاتشنج الحاجة، تظبط صورة، تعمل تكست مثلا معين بشكل معين وهكذا. من اشهر القنوات في تعليم الباكجينج قناة استاذ محمد خيال، من اشهر القنوات لتعليم الباكجينج قناة الاستاذ محمد خيال، فيها دروس كتير جدا في الموضوع ده. وفي قناة اجنبية كمان حلوة قوي اسمها باكجينج انبوكسد بودكاست، بيشرح فيها حاجات كتير جدا وبيعمل ريبراندنج المنتجات. بصراحة قناة متميزة قوي وكنز حرفيا. المجال الاخير معانا وهو مجال اليو اي واليو اكس، اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس، تجربة المستخدم. واليوزر اكسبيرينس دي مش موجودة في الابليكيشنز بس ولا في الويب سايت بس، اي منتج ليه تجربة مستخدم. يعني انت مثلا لو جايب مكنة قهوة، من اول ما بتشتريها هتفتحها ازاي، طريقة الفتح، طريقة التركيب، هل طريقة تركيبها سهلة، طب الزراير شكلها عامل ازاي، طب اهم الزراير محطوطة ازاي، كل دي تجربة المستهلك. انما اليو اي بيخص جزء التصميم بس، بتبقى المرحلة دي كلها المرحلة التمهيدية المرحلة. يعني انت بعد ما بتاخد التصميم، بعد ما بتعمله، المبرمج بياخده يبدأ ان هو يحط الكودينج بتاعه، يبدأ ان انت يطلع لك بقى الابليكيشن اللي بتشوف. فاليو اكس ازاي انا هتعامل جوه الابليكيشن، طب لما اضغط على اشتراك ايه اللي هتظهر ازاي. كتير قوي بندخل على ابليكيشنز بنلاقيها معقده وطريقه صعبه، ممكن تقعد تدور على حاجات كتير مش عارف توصل لها. ممكن تدخل على ابليكيشن تاني تلاقي الدنيا فيه سلسه جدا وواضحه وبسيطه، والتنقلات بين السكرينز سهله جدا. المجالات بتاعته بنشتغله كويب ديزاين وبنشتغله كموبايل اب، ان احنا نعمل واجهه الويب هنا مثلا على البي سي، حتى على الموبايل هيتعمل لها ادابتيشن شكلها عامل ازاي. ده مثلا كله السكرينز بتبقى كلها بالتصميم بتاع البيج كله وانت بتسكرول كده، ده بيبقى في اليو اي. هنا مثلا ابلكيشن لكوفي، فهو المنتجات محطوطه ازاي، طب لما اضغط على اطلب السايز، طب هضيف اضافات عامله ازاي، طب القائمه بقى المشتريات بتاعتها عامله ازاي، المكان بتاعي، الحساب، اختار التوقيت، كل الحاجات دي كلها الدفع، كل الحاجات دي بتوضحها في التصميم عشان المبرمج يبدا يشتغل بناء عليه. بصراحه مجال اليو اي واليو اكس من المجالات المهدور حقها، وانا دايما بشوف ان هو مجال قوي جدا، خصوصا ان في تطور جدا في الابليكيشنز. يعني في دول كتير والموضوع ده بدأ ان هو برضو ينتشر عندنا، ان احنا بنلجأ ان احنا كل حاجة في حياتنا بقت عبارة عن ابليكيشنز. فده طبعا بيوسع مجال العمل في اليو اكس واليو اي، وطبعا الاعداد فيه قليلة والمنافسة فيه قليلة. فانا دايما بشوف ان ده بصراحة من احسن المجالات. من اشهر السوفت ويرز اللي تشتغل عليها الاكس دي تبع ادوب وابليكيشن فيجما. اخر حاجة حابب اقولها لك،
شوية نصايح كده كنت اتمنى حد يقولها لي من الاول، وصدقني دي نصايح عن خبرة كتير قوي. اول حاجة اتعلم الاساسيات اول. يعني ايه اتعلم الاساسيات؟ ما تدخلش على السوفت وير على طول، افهم المجال اول. ال 3 دي افهم يعني ايه موديلنج، يعني ايه ماتيريال، طب ايه هي خصائص الخامات، البلاستيك خصائصه عاملة ازاي، الانعكاسات بتاعته زي مثلا الميتال، الحاجات دي كلها. الاعلانات افهم اساسيات التصميم، افهم عناصر التصميم، يعني ايه نظريات الالوان، يعني ايه اساسيات التكوين او المنظور، ايه تأثير الالوان على الناس. افهم اساس كل حاجة. التحريك يعني ايه مثلا كي فريمز، يعني هتنقل ازاي، يعني ايه فريمات. الحاجات دي كلها محتاج ان انت تعرف الاساسيات الاول بتاع المجال بتاعك، بعد كده خش على السوفت وير. الحاجة التانية طبق اي فيديو انت بتشوفه او اي توتوريال من غير ما تطبق، صدقني ولا اكنك شفته، لانه بيتنسى. طبق دايما على اي حاجة بتشوفها، ما تستكفاش ان انت بس اتفرجت عليها، لان صدقني بتتنسى وملهاش اي لازمة. الحاجة التالتة ان انت تتفرج كتير. غذي عينك كويس قوي، طول ما عندك وقت فراغ اتفرج. استغل السوشيال ميديا في ان انت تتابع ناس في مجالك، ان انت تعمل فولو لناس بتحب شغلهم. خلي الليفل بتاعك عالي. انا بقول لك خلي الليفل بتاعك عالي، حط نفسك وسط ناس تقال، هتلاقي صدقني عينك بتتعود على ده واحده واحده. والله العظيم انا كان في ناس اول ما دخلت المجال بحلم بس ان انا اشوفهم، الناس دول بقوا صحابة دلوقتي. فصدقني اي حاجة انت عايز توصل لها هتوصل لها، بس استغل ده. السوشيال ميديا دلوقتي بقت مسهلة على الناس كل حاجة. رقم 4، ما تخافش تجرب. ما تشوفش حاجة حاسس ان هي صعبة فتركنها، لا، جرب واغلط وما توصلش مرة ولا التانية ولا التالتة. كل مرة هتكتشف تركاية، هتكتشف حاجة جديدة، في الاخر خالص هتوصل، وهيبقى الحاجات اللي انت اكتشفتها دي كلها هتوظفها في حاجات تانية كتير. رقم 5، استثمر في معدات. اي فلوس تجيلك لو انت في الاول استثمر في معداتك. هاتلك مكتب مريح، هاتلك كرسي مريح، هاتلك كيبورد مريحة، ماوس مريح. صدقني الاستثمار الحقيقي في مجالنا او في الجرافيك عامة في معداتك وفي راحتك وفي الحاجات اللي بتسهل عليك. اخر حاجة واهم حاجة، ما تدورش على الفلوس، دور على الشغف. صدقني ما تستعجلش الفلوس في اي حاجة او اي مجال انت دخلت فيه. الفلوس كده كده هتيجي. دور على شغفك، دور على حبك للحاجة دي. انا هحب اعمل ايه اللي لما انا هبقى متضايق هخرج من المود الوحش ده بان انا اعمل الحاجة دي. انا لما ابقى متضايق بعمل فيجوال مانيبيليشن، دي الحاجة اللي بحبها. طول ما انت بتحب الحاجة الفلوس هتجيلك غصب عنك، وهتجيلك اضعاف ما انت بتدور عليها. وطول ما انت بتدور على الحاجة ما بتلاقيهاش. خليك كده مثلا بتدور على تاكسي في الشارع، تقعد تلف ربع ساعة نص ساعة ما فيش تاكسي. انما لما تبقى نازل تدورش على تاكسي وقررت ان انت تمشي، تلاقي كل شوية واحد واقف لك، تاكسي يا استاذ، تاكسي يا استاذة. فصدقني طول ما انت بتدور على الحاجة مش هتجيلك. كده اقدر اقول لك ان انا خلصت الفيديو. اتمنى تكون استفدت. تكتب لي رأيك في الكومنت، ولما كنتش مشترك في القناة تشترك، واشوفك في فيديوهات جاية اقوى واقوى. سلام.